بقول لك ايه، تعالى ارشح لك فيلمين هندي في الماستر بيس منه، وانت عارف العبد لله مش بيرشح اي حاجه. يلا بينا. اول فيلم مداري 2016. فيلم مداري بطوله عرفان خان، وبيتكلم عن نرمال اللي بيموت ابنه في حادثه انهيار جسر، وبسبب اهمال الحكومه بيموت ابنه وبيموت ناس كتير جدا. فالحكومه بتكلمه وبتقول له تعالى خد تعويض علشان خاطر ابنك اللي مات. قال لهم لا، تعويض انتوا بتهزروا، حلو ابن الوزير ده هاتوه. الراجل ده بيدوخ الحكومه، بيفضل الفيلم كله 1 2 خد وهات شطرنج، بيغربلهم كلهم. بس الحلو في الفيلم حاله الحزن اللي عملها عرفان خان، وان هو وصل لك احساسه زي ما هو بالظبط. فيلم حلو في جوانب كتير جدا، بيناقش فساد الحكومه، بيناقش كمان علاقة عرفان خان بابنه اللي كانت حلوة جدا واتعملت بشكل جميل. ده غير ان الفيلم فيه شوية صعبانيات وعياط وتقطيع شرايين، حاجة كده ايه. اما لو هنتكلم فنيا بقى ونحكي ونقول، فالفيلم ده اتظلم ان هو ما ترشحش للاوسكار. وانا من وجهة نظري ان كان لازم فيلم زي ده يترشح للاوسكار. الحكايه متقاله بشكل واضح، ما فيهوش التواءات، برغم ان في فلاش باك وبنرجع بالاحداث وكلام زي كده، ولكن اتحكت حلو ومش هتوه. انا عارف ان في ناس كتير عندها مشاكل مع الافلام الهندي بسبب الرجوع بالزمن، ان هو بيحكي كتير وبيطول واغنيه في النص تاخد نص الفيلم والجو ده والافوره. لا لا لا، مفيش الكلام ده خالص. الفيلم حلو واحداثه سريعه وما فيهاش اي ملل. انا برشحه بقوه جدا، وبالمناسبه هو مشاهده عائليه. اما تاني فيلم بقى فهو فيلم سيكريت سوبر ستار 2017 بطوله عامر خان وزايرا وسيم. زايرا وسيم ده تاني عمل ليها، عملت قبل كده مع عامر خان برضو فيلم دانجل 2016، واعتقد ده السبب اللي رشحها بقوه ان هي تعمل بطولة تاني أعمالها، وهو فيلم سيكريت سوبر ستار. الفيلم تصنيفه درامي واقعي، وأنا ليه هنا بقول لك واقعي؟ لأن الهند عندهم ماتيريال كتير جدا بسبب اختلاف الثقافات والديانات والمجتمعات، ويقدروا يشتغلوا عليها سينما هايل جدا. أما رجوعا لفيلم سيكريت سوبر ستار، فالفيلم باختصار عن بنت صوتها حلو جدا ونفسها تبقى مغنية مشهورة، ولكن بتقابل عقبة كبيرة جدا في حياتها، فازاي هتتغلب على العقبة دي وازاي هتحقق حلمها وتوصل له. ده اللي هتشوفه في الفيلم وهيعجبك جدا، وهو خارج اي توقعات. يعني انت ممكن تتوقع حاجة معينة وهتلاقي حاجة تانية احداثها هتفرضها. فهو فيلم حلو. الفيلم نفسه اسمه سيكريت سوبر ستار، النجمة السرية او النجمة المخفية. فالفيلم ممكن يتاخد على محملين، على البنت وعن امها اللي قامت بدور رهيب علشان توصلها للي هي عايزاه، خرجت عن صمتها وقدرت ان هي تخلي بنتها تحقق حلمها بشكل حلو. ففيلم حلو هيعجبك، وبرضه مشاهدة عائلية. انا كده اكون خلصت الفيديو بتاعي، اشوفكم بخير.